شكري مصطفى مثلا، الكل يعرفه، مؤسس جماعة التكفير والهجرة، هكذا سمي طبعا، ما سماهاش هو كذا، اسمها الجماعة الإسلامية لكن سميت تكفير وهجرة بلا شك لأنها تكفر. متأثر بأفكار سيد قطب للأسف الشديد، تتلمذ عليه سنوات عند رجليه، عند ركبتيه كان يجلس، واستلهم أفكاره التكفيرية الخاطئة بلا شك، وهي أفكار مهلهلة وضعيفة لا علاقة لها بالعلم الشرعي. العلم الشرعي الحقيقي كما يعرف العلماء مستحيل، لا علاقة بالكلام الفارغ هذا كلام أدبيات وإنشائيات، هذا إنشائيات. لكن طبعا لقنت أجيال على أنه لا لا لا. نحن سمعنا بعض الدعاة رحمة الله عليه يقول لك سيد قطب فسر القرآن كأنه يوحى إليه من السماء. والله ما شفنا هذا الوحي ولا مرة، أقسم بالله. وين يا أخي؟ في إيش يا أخي؟ في إيش يوحى إليه؟ إيش اللي فيه يوحى؟ كلام فارغ. يوحى إليه؟ استغفر الله العظيم. قل القرآن أرادوا أن يلغوا المسافة بين القرآن النص الإلهي العظيم يا إخواني وبين قول هذا الرجل الذي يزعم أنه يفسر كتاب الله. قال لك فيش مسافة، هذا وحي وهذا وحي. إيش العبارات الفظيعة هذه؟ جنون، هذا تأسيس للجنون، هذا مد وتغذية، تغذية للجنون يا إخواني. طبعا فشكري مصطفى طلع تلميذ نجيب لسيد قطب. شكري مصطفى قال لك الجماعات هذه الأمة هذه كافرة، الدول والنظم والشعوب الساكتة كافرة، حرم على نفسه وعلى أتباعه أن يصلوا لا الجمع ولا الجماعات، ممنوع لا جمع ولا جماعات. ليه؟ كفار، مساجد كفر، هذه مساجد ضرار. قال لك هذه لم تبنى لذكر الله، والله لذكر الشيطان يمكن. شيء غريب عجيب يا أخي. قال لك 4 مساجد فقط، 4 مساجد الآن نستثنيها من حرمة الصلاة فيها، ينفع تصلي فيها لكن بشرط، حنشوف، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء 4 مساجد فقط، ولكن لا يصلى إلا خلف واحد منا فيها، لازم يكون منا شكري مصطفى أو واحد من أتباعه المرضي عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. هو هذا شيء غريب. هذه الأمة كافرة، كل هذا التوحيد، كل هذه الأذكار والصلوات والحج والعمرة والمساجد كفر، هذا كفر. وطبعا ماذا تنتظر بعد التكفير إلا القتل؟ ويخطف وزير الأوقاف السابق طبعا العلامة محمد حسين الذهبي، رجل فاضل صاحب الدراسة المشهورة على التفسير والمفسرون، عالم كبير ضليع، لأنه ألف كتيبا في ال75 يرد على على الأهبل ده شكري مصطفى. علم عاد، بتشوفوا العلم وتشوفوا الهبل عاد. شكري مصطفى هبل استهبال. وتشوف العلامة محمد حسين الذهبي، العلامة الأزهر الكبير الدكتور محمد حسين، علم ويرد بأدب الرجل. فغاضهم هذا جدا. في 78 اختطفوا ثم قتلوه. قال لك طاغوت، هذا كافر، وكان وزير أوقاف وبرد علينا. يا أخي مين أنت؟ افترضناك نبيا، رديت عليك اقتل. النبي ما عندوش الصلاحية هذه. النبي الله قال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولا مش صحيح؟ ولا النبي قال كل من كفر بي أقتله؟ غير صحيح، والله العظيم غير صحيح، لم يحدث أبدا. النبي قال أنا فقط أقاتل، مش حتى أقتل، أقاتل من يقاتلوني، ودافع عن نفسي فقط. وحتى حين تقاتل وتقع في يدي أسيرا أنا مأمور قرآنيا أن أحسن إليك وأن أطعمك وأن أكرمك، ويطعمون الطعام على حبه. تعرفون الآية، لكن هذه الآية لا يعرفها من رأيناهم قبل أيام ونراهم باستمرار يأخذون الأطفال الصغار 11 سنة 13 سنة 14 سنة في سوريا وغير سوريا ويضربونهم بدم بارد ويفتخرون. والشيء الأخير الذي رأيناه ليسوا عربا فقط، سمع منهم أخي 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 أخي، لا ندري من أين جاء، من أي بلد، لحى ضخمة وعقول فارغة وقلوب صلب حديد لا علاقة لها لا بالعقل لا بالأمن لا بالإيمان. يأخذ شيوخا كبارا مدنيين، شيوخ في 70 في 80، وأطفالا صغارا مراهقين راهقوا البلوغ فقط 11 12 ويوزعون هذا يوتيوب. أنا أقول لكم أقسم بعزة جلال الله إن هذا لأمر يراد. أقسم بعزة جلالك يا رب هذا أمر مخطط له. أنتم قتلتم، فعلتم هذا العار، قتلتم هؤلاء الأطفال بدم بارد. يا سيدي افترضهم جنودا، جنود يقاتلونك، وقعوا في يديك، هذا أسير، إلا أن يثبت عليه أنه مجرم حرب لم يتعامل وفق أخلاق الجندية، وفق أخلاق الفرسان، وفق قوانين الحرب. إن ثبت عليه في بمحكمة وأدلة وبيانات وشهود
يقتل حينئذ أو يعاقب العقاب الذي يستحقه. مش أطفال صغار، أخي وتقتل بدم بارد ثم يذهب يصلي. لا كنت ولا كان هذا التدين. واقرأوا التعليقات تحت هذا اليوتيوب، كفر. معظم التعليقات كفر، جعل الشباب يكفرون. لأنه إيش فاهم، أنا أفهم أنت تفهم. إحنا لنا 30-40 سنة في الإسلام والقرآن والسنة والكتب نفهم هذا، نستطيع أن نميز. لكن إنسان عادي مشتغل بدراسته، مشتغل بعمله بوظيفته، إيش يعرفه؟ بشوف لحى هكذا لعند السرة. ولك قطعا هؤلاء يعرفون الدين أكثر مني. قطعا هذا قرآنهم، قطعا هذا محمدهم، هذه دينهم. إذا هذا دينهم فكذا وكذا. كفر، والله العظيم كفر. لكن أقسمت بعزة جلال الله أن هذا أمر مدبر وهذا أمر يراد. أكبر ضربة ضربها الإسلام في هذا العصر هذه الجماعات وهذه المجموعات، وهذا تخطيط ماكر واضح أنه ناجح جدا من أعداء الأمة لجعل الأمة وجعل العالمين يلعنون هذا الدين وينصرفون عنه. فتبا لكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلى متى؟ إلى متى هذا العار؟ إلى متى هذا الجنون يا أخي؟ ألا عقل، لكن لا عقل لديهم. تعرفون لماذا؟ لأنهم يتبعون أنبياء كذبة. بعض الإخوة لم يستوعب حتى العنوان، لم يستوعب أن هناك أنبياء كذبة. النبي الكاذب هو المتنبئ، يعني هو المجنون. عيسى حدثنا عن الأنبياء الكذبة، قال يحذروا الأنبياء الكذبة، ما قالش الأنبياء الكذبة. كما نقول مفكر كذاب، شاعر كذاب، يعني ليس بشاعر، هذا نبي كذاب. والنبي الكذاب متنبئ مدع أو مجنون، شخص مجنون. شكري مصطفى أحد كبار مؤسسي هذا الجنون الممأسس في فكر الشباب المسلم والشابات المسلمات، كان أحد هؤلاء. كفر المجتمع، كفر النظم، كفر الناس، كفر العلماء، كفر كل شيء إلا من يتبعه. وقال لك أي واحد يتبعني ثم يخرج من جماعتي فهو مرتد كافر حلال الدم. أوف 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 أوف. كافر، لأنه هو الإسلام، هو الإسلام تماما. يعني تخرج عليه فأنت كافر ودمك حلال، ودمك حلال. وفعلوا الأفاعيل وجعل بعضهم يعنف ببعض ويصفي بعضهم بعضا. وهنا تنبهت لهم الدولة. كانوا يشتغلون سريا ويمدون الشبكات خارج مصر، يطلبون الأموال والتأييد والنصرة والكلام الفارغ، مصطلحات أصبحت كريهة لنا فعلا بسبب هؤلاء المعاتيه المجانين. لكن بدأ بعضهم يعنف ببعض ويعتدي بعضهم على بعض، فتنبهت الدولة، أخذت المسألة. طيب بعدين قتلوا العلامة الذهبي، أخذوا 52 واحد، كانوا 252 رجلا، أعدم منهم 4 شكري مصطفى، 5 عفوا شكري مصطفى و4 آخرون. تعرفون في المحكمة إعدام طبعا عمر ما ننساه، لأنه كان صبيحة زيارة السادات الله يرحمه في القدس 30/30/78، ما ننساش أبدا. 30 مارس 78 تاريخ. في ذلك الصباح أعدم شكري مصطفى، وكذبه الله، كذب هذا النبي الكاذب، أظهر كذبه للناس. تعرفون يجلس بكل أريحية، أريحية المجنون المصاب بالميغالومانيا. هو رجل منذور من القدر، القدر اختصه، ومين يقدر عليه؟ ولا كل حكومات العالم، ورجل رباني الله معه تبارك وتعالى عشان يغير العالم. وليش كنت تهجر مجتمعات انت؟ قال لك تكفير وهجرة، يعيشون في أماكن وحدهم ولهم أفاعيل خاصة في الزواج والطلاق عجيبة غريبة، فقه عجيب غريب. تعرفون لماذا؟ قال لك نحن ننعزل عن المجتمع. وهذه فكر سيد قطب غفر الله له، فكر سيد قطب، الانعزال النفسي. انعزال ايه يا أخي؟ أنا في مجتمع، لابد أن أكون في هذا المجتمع، وأكثر ما لي وما علي إزاء هذا المجتمع أن أنصح له، أن أذكره بأدب ومحبة وأخوة. لست ربا ولست نبيا، وإن كنت نبيا فالنبي ليس له هذا أبدا. أقول ما عندي بإخلاص وصدق ومحبة وخلاص. ومن شاء إيه انصلح ومن شاء فسد، هو حر. أنا لا أمارس على الناس سلطة أخلاقية. من أين لكم هذه السلطة؟ رغبة في السلطة يا إخواني، رغبة مجانين في السلطة، يتسلطون على الناس تسلطا أخلاقيا، بين غصب عنكم بدكم تمشوا في طريقتنا. طب يا أخي احنا أكثرية ضدكم، نحن أكثرية لسنا مقتنعين، سنحطم رؤوس الأكثرية. لا بد أن تعيد الأكثرية تكييف نفسها مع الأقلية، لأن الأقلية معها الحق المطلق. يا أخي إيش هذا؟ أي منطق هذا؟ ستحرقون بلادكم وتحرقون أنفسكم أيضا، وأنتم الخاسر الأكبر، لكن الكل يخسر وأنتم الخاسر الأكبر. مش معقول يا أخي.
أن تطمع الأمة كلها أن تكيف نفسها معك وأنت قلة. من أنت؟ شكري مصطفى أيها الإخوة قال نحن ننعزل. علشان إيه؟ علشان يتميز المؤمنون من الكافرين. نحن المؤمنون بظل هم إيه؟ الكافرين. فالله تبارك وتعالى يستأصلهم بطريقته الخاصة، وبعد ذلك نشن الغارات على من بقي منهم نذبحهم. تفكير مجنون. ومتأكد هو إنه إحنا ما شاء الله إحنا جماعة التطهريين، إحنا الخالصين المؤمنين الربانيين، إحنا بننعزل علشان ينزل إيه عقاب الله بهؤلاء المجانين الكفرة الجاحدين. وكان مقتنعا بهذا قناعة مطلقة. الرجل كان يوحى إليه إذا ما كانش في نفسه أعظم من هيك. والقاضي يحاكمه كذا ويعترف، ثم ينظر إلى القاضي بسخرية يضحك، يقول له أنت أيها الكافر تريد أن تعدم؟ لا تستطيع، لا أنت ولا حكومتك ولا العالم كله. أعدك أنا لن أعدم، لن أموت. ليش يا حبيبي؟ شو أنت؟ مجنون عظمة هذا، مثل فرعون هذا، مثل كل المجانين، بس بالدين. لكن لحية، شوف أنت شكله واضح أنه مجنون، من شكله من نظرته في جنون. كانت نظرة القذافي فيها جنون واضح. قال له ستأتي ريح زعزع عاصف تجتثكم من أماكنكم بإذن الله. شكري مصطفى. طبعا المجانين زيه بفرحوا جدا وبيصدقوا حيصير بعون الله. يقول لك ونقسم بالله حيصير. تقسم بالله؟ اطلعت على الغيب أنت؟ اطلع هو على الغيب؟ مثل المجانين وكثروا جدا جدا في السنة والشيعة. انتبهوا، أنا سمعت هذا من الإخوة الشيعة، من علماء الشيعة الكبار، نفس الجنون الذين بدأوا يتحكمون في الآخرة. في الآخرة محمد يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هم يقولوا لا، فلان كذا وكذا بالله يتقلب الآن في أطباق جهنم. والله إلى هذه الدرجة أنتم والعياذ بالله تستهينون بعظمة الله. من أنتم؟ مجانين. أنا أعطيكم الجواب، مجانين. احذروا على عقولكم، حصنوا أبنائكم وبناتكم من هذا الجنون اللعين. من أنت يا أخي؟ كيف تعرف؟ أنت توزع المقاعد في الجنة والنار؟ ويقسم أحد هؤلاء وهو علامة كبير أن العلامة المرجع فلان الفلاني فلان الفلاني الآن يتعذب في عذابات بعذابات شديدة في قبره، في حفرته التي اشتعلت عليه نارا. أوف، تبا لكم يا أخي. مثل هؤلاء تماما الذين يقسمون أن هؤلاء كفار وهذا كافر وإذا لم يتب فله جهنم، ويقسم. يا أخي ما أدراك أنه كافر؟ كيف تحكم في الناس أنت، في عقائد الناس، في أخي من أنت يا رجل؟ هل أنت تابع لمحمد؟ لا والله، لا عرف محمدا ولا أحب أن يتبعه، أقسم بالله. ليه؟ لأن محمد يمنع هذا. محمد ما كان يفعل هذا ويمنع منه جدا. ومحمد كان آية المتواضعين، قمة المتواضعين كان محمد في كل شيء. قال أبدا أنا لا أعلم الغيب. كم آية يقول فيها الله هذا؟ أنا لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما صح قال أنا ما بعرف الغيب. مش عارف في الغيب. أنا ما بقدر أشهد لأي واحد فيكم بأنه من أهل الجنة إذا لم يأتيني فعلا وحي وفي آخر حياتي. والحديث صحيح المشكلة، ورواه مالك في الموطأ وغير مالك. فأبو بكر يقول يا رسول الله طب نحن، قال لا أدري ماذا تحدثون بعدي، ما بعرف ايش يسوي بعدي، أنا ما بقدر أشهد لك أنت. الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أشهدوا لهم، قالوا أشهدوا عليهم. على مين؟ شهداء أحد. الله أخبره، الوحي قال له هذول خلاص رضي الله عنهم، هذول نزل فيهم وحي أهلا وسهلا. قالوا أشهد لهم، يبكي النبي عليهم يقول لهم هنيئا لكم ما أمسيتم فيه مما أمسى الناس فيه. أحسن لكم اليوم مرة أنكم تحت أطباق الثرى، في فتن جاية، فتن كثيرة. طب إحنا يا رسول الله من هذا؟ الصديق رضوان الله تعالى عليه يقول له لا أدري ماذا تحدثون بعدي. فيبكي أبو بكر يقول أو إنا لكائنون بعدك يا رسول الله، أنا حتموت قبل أنت معناها. يبكي، هذا الذي أبكاه، لكن لم يشهد له. هؤلاء لا يشهدون في أي واحد، هذا من أهل الجنة هذا من أهل النار، لأنهم مصابون بجنون العظمة. هم عظماء، جماعتهم عظيمة، حزبهم عظيم، أفكارهم عظيمة، أنبيائهم عظماء جدا، كل شيء صح، وأي واحد بخالفهم من أهل جهنم ومشكوك فيه. أقل ما يقال في أنه منافق أو أنه متخاذل أو أنه
متخاذل، إن أظهر تعاطفا معهم لكن ليس بالقدر الكافي. هذا مش منافق، يعني بريء من النفاق. يا أخي أنتم الإسلام، طب الإسلام كان قبلكم، الإسلام عمره 1400 سنة، من أين أتيتم؟ لستم الإسلام، لستم من اختط أي طريق الإسلام يا أخي. أنتم حلقة عرضية في تاريخ الإسلام في هذا العصر، وحلقة لها وعليها وأنتم تعلمون. كيف أردتم أن فالمهم، فقال له القاضي، وأنت قال له أيها الكافر أعدك بأنني سأقتلك بيدي برصاصة في عينك هذه الشمال الملعونة لأخرج منها الشيطان. فيش بعد كم من يوم أعدموه شنقا، هو جماعته. وين الريح الزعزع؟ فيش ريح زعزع. قتلت القاضي؟ لا، القاضي حي يرزق، لم يقتل. جنون.